السند الثالث. السند الثالث أعزائي ورد في المحاسن للبرقي. طبعا أنت عندما تنظر مثلا هذا الصفار وهؤلاء كلهم هؤلاء في القرن ماذا؟ في القرن الثالث. هؤلاء يعني بيني وبين الله عموما معاصرين للغيبة الصغرى، فالكتب كتب أساسية إن ثبتت أنها لأصحابها. تقريبا هذه بعد معاصرة ماذا؟ معاصرة للأئمة، لأصحاب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، فكتب قيمة جدا. وكذلك الكليني اللي هو في أوائل القرن الرابع ونحو ذلك. المحاسن أعزائي نفس الكلام الذي قلناه في البصائر، أشد منه بمراتب، موجود ماذا؟ في كتاب المحاسن للبرقي. إذا هناك كانت درجة التضعيف على سبيل المثال، لا من باب التحقيق، من باب المثال، إذا كانت درجة التضعيف أن البصائر الذي بأيدينا هو النفس ذاك البصائر احتمال 50%، هذا احتمال 20%، احتمال 30%. هذا الكتاب هو أضعف من حيث أنه ثابت أن هذا الذي بأيدينا هو نفس ذاك أو لا.